ماذا يحدث إذا سكبنا الحمم البركانية على مكعب ثلج؟ قرر فريق عرض شايمون إجراء تجربة بالحمم البركانية لمعرفة ما إذا كانت الحرارة العالية كافية لإذابة مكعب ثلج عملاق. في الاختبار الأول، دعونا نرى ما يمكن أن تفعله 3 كرات فولاذية شديدة السخونة بالجليد. تبلغ درجة حرارة هذه الكرات أكثر من 1000 درجة، ولكن على الرغم من أنها تبدو منتصرة، إلا أنها تبرد بسرعة وتتوقف عن النزول. لكن تشايمون لم يستسلم وقام بمحاولة أخرى لإعادة تسخين الكرات، على الأقل ليرى إلى أي مدى ستصل وما إذا كانت ستعبرها. وحتى مع كل الإصرار، بردت الكرات مرة أخرى ولم تتمكن من الاستمرار. هل ستكون لدينا نهاية مختلفة مع الحمم البركانية؟ بمجرد تجهيز الكتلة الأخرى، تقوم بتسخين المادة إلى درجة حرارة قصوى تبلغ 1300 درجة، وتسكب الحمم البركانية. النتيجة مبهرة، إذ ترتفع درجة حرارة الحمم البركانية أكثر، فتتحول الجليد إلى حالة سائلة، فتغوص مسافة 12 سنتيمتر إلى مركز المكعب. ولهذا السبب يسود الجليد، لأنه لولا ذلك لما ذاب بالكامل، إلا إذا كانت هناك كمية أكبر من المادة المغلية.